ازيكم عاملين ايه الناس اللي بتحب جوز الهند؟ تعالى اقول لكم ازاي تعملوا بديل الشوكولاته الباونتي في البيت بمنتهى السهوله. وكمان في 10 دقايق بس تكون خلصت. يعني ممكن اصلا تقوموا تعملوها دلوقتي، بس قبل ما نبدا يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وبصوا بقى لما طلعت من التلاجة ومسكت نفسها، يعني جميله جدا، وكمان طعمها وسكرها مظبوط قوي. اتمنى تجربوها كده وتقولي رايكم. بصوا، اول حاجه في بوله بجيب واحدتين من الموز وبهرسهم كويس خالص. بعد كده باجيب جوز الهند بتاعي، هحتاج كوبايتين من الحجم اللي هتشوفوه دلوقتي ده. هضيف اول كوباية وهقلب كويس خالص. بعد كده هنزل بالكوباية التانية وبرضو اقلب كويس خالص، لحد ما هتلاقوا في الاخر كده بقت القوام بتاع الخليط ده عامل زي العجينة كده. فهيسهل علينا ان احنا نشكل الكور. بعد كده هجيب الشوكولاتة السايحة بتاعتي، اي نوع شوكولاتة انتوا بتستخدموه. انا بجيب علب كبيرة كده بتبقى تقريبا كيلو كده، موجودة في كل حتة، وباخد منها معلقتين تلاتة كده وبسيحها في ميكرويف وبشتغل بيها على طول. بعد كده بغطس كور جوز الهند اللي بالموز دي في الشوكولاتة وبحطها في علبة تلاجة. تكون مخصصة للحلويات بس عشان ما تلقطش اي روايح طبيخ، وبكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. الوصفة يعني سهلة جدا وأسرع حاجة حلوة ممكن أصلا تعملوها، وكمان مش هنحتاج فيها سكر. هنعتمد على السكر اللي في الموز وفي جوز الهند وفي الشوكولاتة. بس كده وأول ما نخلص بقى الكمية كلها بندخلها التلاجة ساعتين كده، أو في الفريزر لو مستعجلين عليها. بس وخلاص كده خلصت، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم، وأتمنى تاخدوا لفة في القناة كده تتفرجوا على الأفكار اللي بقدمها، وشكرا جدا ليكم.